يا 100,000 أهلا وسهلا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أبو العريف. بعد العراق ما دخل الكويت الدنيا كلها اتشقلبت، والعراق أعلن إن الكويت المحافظة رقم 19. أمريكا اللي كانت قبلها بتقول إحنا ملناش رأي في النزاعات العربية، فجأة صحيت من النوم وهي بتصرخ: الحقونا، النفط في خطر، الأمن القومي الأمريكي، ديمقراطية يا جدعان. والله يا صاحبي، أمريكا لما بتصرخ بالديمقراطية اعرف إن في وراها دولة هتتحرر من كل حاجة، وتقوم من النوم تلاقي نفسها متحررة من الجيش والنفط والحكومة ومن نص الشعب. وبدأ جورج بوش الأب يتحرك بسرعة الصاروخ لتكوين تحالف دولي. ليه التحالف كان ضخم قوي بالشكل ده؟ زي ما هنعرف دلوقتي، لأن أمريكا كانت عايزة تبعت رسالة معينة: مش هنسمح لأي حد في الشرق الأوسط يلعب بالنار ولا يقرب من نفط الخليج. وعلشان خاطر الرسالة تبقى مقنعة، جمعوا 34 دولة في تحالف واحد، أكبر تحالف عسكري منذ الحرب العالمية الثانية. ده مش تحالف فوايد فرايداي على النفط. الغرب نازل يجري مش عشان خاطر العراق، لا، ده علشان خاطر الذهب الأسود اللي ريحته جابتهم من آخر الدنيا. دول الخليج كانت مرعوبة، وأوروبا كانت شايفة أمن الطاقة بينهار، والاتحاد السوفيتي كان بيطلع آخر أنفاسه ومش قادر يعترض، والدول العربية شايفة إن الأمر خرج عن السيطرة ولازم حد يوقفه عند حده. طب اشمعنى ابو العريف التحالف ضم 34 دولة عشان خاطر يحرروا الكويت، ولا دولة فكرت تحرر فلسطين؟ يا صاحب، السؤال ده هو سؤال المليون دولار، وهو نفس السؤال اللي اي حد عنده ذرة منطق بيسأله: ليه 34 دولة اتحركوا عشان خاطر يحرروا الكويت، ولا دولة اتحركت خطوة لتحرير فلسطين؟ ما عدا مصر. يا باشا، المبادئ في السياسة دي آخر حاجة بتدخل القعدة. التحالف وقتها كان عامل زي الشلة اللي اتحمست فجأة بعد ما صاحبهم قال يلا ننزل نجيب شاورما على حساب اللي معاه فلوس. فال 34 دولة وشيل منهم مصر نزلوا التحرير، لأن الكويت فيها إيه؟ فيل؟ لا، غلط، فيها نفط. ونسيت أقول لك على حاجة كمان: نفط. الكوكب كله كان شغال على البنزين ده، فالتحالف شاف ان صدام مسك الحنفيه وقال لك الميه دي بتاعتي. وطبعا اول ما لمس الحنفيه عارفين ايه اللي حصل؟ امريكا صحيت من النوم. طب وفلسطين؟ وهنا نرجع للواقع المر. ما فيهاش نفط يتباع، بس فيها اغلى الناس والله. ما فيهاش خطوط طاقه تتحكم في نص العالم، والصراع مش خبطتنا خبطه، ده موضوع معقد سياسيا وتاريخيا واستراتيجيا، واسرائيل نفسها مصلحه كبرى للدول اللي عامله نفسها حاكمه العالم. التحالف اللي دخل الكويت كانش جيش مبادئ، كان جيش مصالح. ما عدا مصر اللي عايز افهمهولك: نفط وفلوس وممر ملاحي يساوي الكويت. فده الاستبن اللي العربيه بتمشي بيه، لو فرقع انت هتنام على الرصيف. الدول الكبيره لما تلاقي النفط في خطر تقوم عليهم القيامه، يعيطوا والبيت الابيض يفضل يصرخ، واوروبا والسي ان يفضلوا يلطموا، والناتو ساعتها يعمل نفسه سوبرمان. فلسطين بقى ما فيهاش نفط، بس فيها صداع سياسي. ملف الفلسطيني معقد لانه في اسرائيل الحليف الاول لامريكا في الشرق الاوسط، يعني ما فيش دوله كبيره هتزعل صاحبتها المفضله عشان خاطر واجب انساني. لو غزه كان فيها نفط كان زمان مجلس الامن قاعد يصوت وهو لابس بيجامات النوم. فدي قصه عدم التحرك لفلسطين. ونيجي بقى لمصر، وهنا ظهر الدور المصري. لما الغزو حصل مصر خدت موقف مناهض واعتبرت الاحتلال عدوان على الامه العربيه كلها. هل جيش مصر كان جيش مصلحه؟ لا، وده كلام غلط تاريخيا. اولا، الجيش المصري اكبر قوه بريه حقيقيه في التحالف بعد امريكا. ثانيا، عنده خبره حرب، مش جيش بيعمل استعراض وخلاص. ثالثا، مصر شاركت بلواءين كاملين في السعوديه، غير مصر كانت جسر ثقه ما بين امريكا والعرب. بقى الحقيقه مصر دخلت التحالف لثلاث اسباب: حمايه الامن القومي المصري والعربي، اتفاقيه الدفاع المشترك، مكاسب مصر كانت سياسيه مش ماليه. واسمع دي، اول قوات عربيه تدخل الكويت في عمليه التحرير كانت قوات مصريه. يعني مصر ما خدتش فلوس في ايديها، لكن اخدت وضع سياسي وديون اتمسكت كانت هتخنق البلد. والجيش شارك بنفسه ب 35,000 جندي، وفرقه ميكانيكي ودبابات M60، ووحده صاعقه مضاده للدروع. غير ان في قوات جويه شاركت في ضربات التحالف، وكانوا موجودين في الصف الاول في الهجوم البري. محدش كان يقدر يعمل دخول بري من غير مصر والسعوديه وسوريا. فاحنا ما دخلناش الحرب عشان ناخد، احنا دخلنا عشان خاطر ما نخسرش. ولو مصر ما دخلتش التحالف الخليج كله هيتقلب وقتها، مصر كانت هتتسحب معاهم في النزله. خش بقى على عمليه الصحراء. امريكا قعدت 5 شهور تبني قواتها في السعوديه، قالوا 500,000 جندي والاف الدبابات ومئات الطيارات غير حاملات الطائرات. تكنولوجيا مخابرات عمرها ما ظهرت قبل كده. المرحله الاولى كانت الحرب الجويه، استمرت 43 يوم، اكتر من 100,000 طلعه جويه، والعراق اتضرب في الاتصالات، دفاع الجوي والمطارات ومخازن الذخيره، مراكز القياده، ده غير البنيه التحتيه العسكريه. كانت اول مره في التاريخ العالم كله يشوف حرب بتتذاع لايف، كانت شغاله 24 ساعه على CNN. صور الضرب الليلي على بغداد بقت ايقونه. العراق كان واقف قدام قوه جويه
جويه مرعبه مفيش اي دوله في العالم تقدر تستحملها. هنا بقى نيجي للتضليل العسكري، ودي المرحلة التانية، سيف الصحراء. دي اللي ياما ناس ما تعرفهاش. امريكا عملت اكبر خدعة في الشرق الاوسط، خلوا العراق يفتكر ان الهجوم البري هيجي من الشرق الكويت مباشرة. هنا بقى السر الخطير اللي محدش كان متوقعه. التحالف كله بيقول للعراق احنا داخلين من الكويت، استعد. ده مش كلامي، جنرال نورمان شوارزكوف قائد العام لقوات التحالف قال ان هما نشروا اخبار مسربة. العراق كان متوقع ان المعركة كانت هتبقى معركة شواطئ. حلو ده مش حلو خالص. صدام كان شايف قوات التحالف واقفه قدام الكويت، السفن الحربيه محيطه، كان متاكد ان الانزال هيكون شرق الكويت ومن البحر مباشره. فصدام حط نص مليون جندي في شرق الكويت وبنى خطوط دفاع اسمها الخنادق الناريه. ده غير ان هو زرع مئات الالاف من الالغام وساب الغرب صحراء فاضيه. وده كان بالنسبه للتحالف كنز استراتيجي. باي باي. وقوات التحالف كانت بتعمل عمليه التفاف ضخم من الغرب، لفوا حوالي 250 كيلو متر. العمليه دي سموها العسكريين ليفت هوك، الخطاف الايسر. ونوصل بقى للمرحله الثالثه لما العمليه البريه بدات. العراق انهار في 100 ساعه بس، القوات العراقيه كلها اتسحقت، الكويت اتحررت، الجيش العراقي انسحب وهو خسران الاف الدبابات. لما الجيش العراقي بدا ينسحب من الكويت وظهرت واحده من ابشع الصور، الطيارات الامريكيه وقتها نزلت على الطريق 80 وعملته باربيكيو مفتوح، لدرجه ان الصحافه سمته هاي واي اوف ديس، طريق الموت. وهنا نقف عند اخر حته في الحكايه، نقف قدام لحظه مش مجرد نهايه حرب، دي كانت نهايه عصر كامل. العراق خرج من الكويت جيش منهار واقتصاد واقع بالكامل، وصدام لاول مره في حياته ما بقاش حد يخاف يزعله، والمنطقه اتغيرت بالكامل، والسعوديه بقت مقر داعم للقوات الامريكيه، والخليج دخل تحت المظله الامنيه الغربيه. النفط بقى مش بس سلعه، بقى سلاح سياسي بين اللي يملك والسوبر باور اللي بتحرس. والعراق اتساب 13 سنه ينزف عقوبات لحد ما جت حرب 2003 وقالوا له فاكر 1990 دي كانت التريلر، الفيلم الحقيقي لسه هيبدا. بس ده موضوع تاني وحلقه تانيه ووجع قلب واحنا لسه بنكتب. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتدوس لايك، ولو انت على الفيس تابعنا عشان تعرف اللي وراك واللي قدامك.